تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل إن شاء الله في هذه الحلقة في برنامج معا ننهض، وتحت عنوان مقومات التصور الإسلامي الحلقة الثانية. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن المقومات التي إن شاء الله سنتناول من خلالها التصور الإسلامي في مقوماته الأساسية، وكنا قد ذكرنا بأن المقومات التي سنحاول من خلالها إبراز هذا التصور الإسلامي للوجود من خلال 4 مسائل. المسألة الأولى أو المحور الأول هو محور الحق، وهو محور الإله جل جلاله والرب تبارك وتعالى. المحور الثاني هو محور الخلق، والمحور الثالث هو محور المسيرة أو محور الرسالة، والمحور الرابع هو محور المصير والمنتهى إلى الله سبحانه وتعالى. وكنا قد بدأنا في المحور الأول وهو محور الحق جل جلاله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن أعظم قضايا الحق في هذا الوجود هو الله تبارك وتعالى، وأن العلم به هو من أعظم أنواع العلوم، بل يكاد يكون العلم بالله سبحانه وتعالى هو الأساس لكل أنواع العلوم. فإن من علم بالله سبحانه وتعالى فتح الله عليه ذلك من أنواع العلوم ما لا قبل له به، ومن حجب عن العلم بالله سبحانه وتعالى فقد حجب عن كل شيء مهما عرف من أنواع العلوم ما عرف، ولكنه لأنه حجبت عنه الحقيقة الكبرى فإنه ربما يكون مشغولا بحقائق صغيرة هي يمكن أن تسمى حقائق ولكنها دون الحقيقة الكبرى. ولذلك لما تكلم علماء الإسلام عن مسألة الفقه في العقائد سماه بعضهم مثل الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، سمى علم التوحيد بالفقه الأكبر، وكأنما علم الفقه العادي فقه الصلاة والزكاة والصوم والفقه الشعائر والمعاملات هو فقه أصغر، والفقه الأكبر هو المتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهو أعظم أنواع الفقه لأنه متعلق بمعرفة الله ومعرفة وجوده ومعرفة ما يليق به سبحانه وتعالى ونفي ما لا يليق به عز وجل. وذكرنا من أنواع الاستدلال التي تندرج في مناهج الاستدلال العقائدي في التصور الإسلامي مسألة مهمة جدا يكاد الإسلام يتميز بها في قضايا العلوم والمعارف، وخاصة المعرفة بالله عز وجل، وهو مسألة الفطرة. وحاولنا حقيقة أن نتكلم عن الفطرة باعتبارها أمرا مركوزا في النفس البشرية ولا تستطيع أن تدفعه عنها مهما حاولت أن تدفع هذا الشعور الداخلي بوجود الله سبحانه وتعالى، فإنه يصعب عليها ذلك، يصعب عليها هذا الأمر. وهذا الأمر يكون جليا كلما ابتعد الإنسان عما يلبسه وعما يشوشه وعما يلقي عليه من الظلال السالبة، يكون أقرب إلى الفطرة. وبالتالي المناهج الأخرى أو ما نستدل به ما بعد الفطرة سنلاحظ بأنه يجلي الفطرة فقط لكنه لا يثبت شيئا آخر. فسنأتي إن شاء الله إلى مسألة الاستدلالات العقلية، وسنأتي إلى مسألة الاستدلالات النقلية، ولكن سنلاحظ كلها تقريبا تعيد الإنسان إلى أصل الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فالله سبحانه وتعالى فطر هذا الإنسان على معرفته وعلى تقبل هذه المعرفة وعلى الإقرار بها، ومهما حاول أن يدفع الإنسان هذا الأمر فإنه يكون يعيش حالة من القلق والاضطراب. ولذلك سنلاحظ بأن أهل الفطرة البسطاء من الناس تجدهم في معرفتهم بالله ربما أفضل بكثير ممن تعمقوا في قضايا العلوم دون أن يكون لهم علم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نلاحظ تلك المرأة التي مرت على حلقة من حلق العلم، وكان أحد العلماء
علماء الكلام من المسلمين كان يثبت، يقولون لها بأن هذا عالم يثبت وجود الله سبحانه وتعالى ب1000 دليل أو ب1000 طريقة. فقالت ببساطتها وبفطرتها لولا أنه شك في وجود الله 1000 شك ما استطاع أن يثبت لله سبحانه وتعالى أو يثبت الله بهذه الطرق. فكأنما أرادت أن تقول كلما حاولت أن تسلك من الدروب والأساليب الكثيرة جدا في إثبات وجود الله، إنما أنت في حقيقة الأمر تبتعد ولا تقترب. ولذلك لاحظت بأن ربما من أفضل الكتب التي كتبت في مسألة الرد على الملحدين، على الذين نفوا وجود الله سبحانه وتعالى وأنكروا وجود الله وأثبتوا أن هذا الكون جاء هكذا عبثا واعتباطا وجاء من العدم، وحاولوا أن ينظروا من خلال النظريات الفيزيائية ليقولوا بأن الله سبحانه وتعالى لا وجود له في معادلة الكون، إنما هذا الخلق عبارة عن تطور واحدة بعد أخرى، ولكن دون أن يكون هنالك مؤثر خارجي. فهنالك على الأقل بعض المفكرين الإسلاميين الذين حاولوا أن يؤلفوا بعض الكتب مع أن المسألة واضحة كما ذكرت. فذلك الأعرابي الذي قيل له كيف عرفت ربك قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج، أفلا تدل على العليم الخبير. وهو ببساطة شديدة جدا استدل ممن حوله من البيئة على وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك مسألة الفطرة هي أقوى أنواع الأدلة، وهي كذلك أقوى ما يمكن أن يواجه دعاة الإلحاد ودعاة إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، لأنهم في حقيقتهم يجدون هذا الذي نتكلم عنه. يعني دليل الفطرة هذا الدليل الذي ينازعهم في داخلهم مهما حاولوا أن يصدوا يعني الناس عن الاعتراف بهذه الحقيقة الكبرى، حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى فطريا، إلا أن هذه الحقيقة ماثلة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فتجد أن أحدهم مثلا يؤلف كما يقول يؤلف كتابا عن الإلحاد، ثم لما يريد أن يطفئ الإضاءة التي كانت حوله يقول بدأت أخشى من شيء ما هو هذا الشيء الذي بدأ يخشى منه؟ هو ذاك الذي أراد أن ينكره، أراد أن يقول غير موجود، ولكن هو يدرك تماما بأنه في داخله هذه الفطرة مغروسة فيه. وبالتالي مسألة الفطرة هو أقوى الأدلة التي يرتكز إليها كما ذكرت التصورات الإسلامية في وجود الله سبحانه وتعالى. ومسألة وجود الله سبحانه وتعالى التركيز فيها لأن بقية المحاور كلها تقريبا أو كلها ترتكز على هذا المحور، ترتكز على محور وجود الله سبحانه وتعالى. فما لم يكن الإنسان مقرا بوجود الله نظرته للخلق تختلف، نظرته للرسالة تختلف، نظرته لطبيعة الحياة الدنيوية ومآلاتها تختلف، نظرته إلى الآخرة ووجودها أيضا تختلف. هنالك مثلا من لا يؤمن بالله يرى كل شيء لا معنى له، حتى ربما يشك في وجوده هو أيضا، يشك في ما وراء الموت، يشك في ما وراء الحياة المشاهدة. فنلاحظ بأن هذه المسألة مهمة جدا، وبالتالي حقيقة نواصل فيها إن شاء الله اليوم أيضا من خلال دلالات الفطرة التي ذكرناها إجمالا. أريد أن أقول بأن مسألة الفطرة المركوزة في النفس ما هي مظاهرها؟ ما هي المظاهر التي نحن من خلالها نقول بأن دليل الفطرة من أقوى الأدلة التي يستدل بها على وجود الله سبحانه وتعالى؟ من أقوى هذه الدلالات تقريبا نحاول إن شاء الله أن نقف على 5 دلالات أو 5 مظاهر تندرج كلها تحت دليل الفطرة. وقبل أن أنسى إن شاء الله أحب أن أشير إلى أن من الكتب المهمة جدا التي إن شاء الله يمكن لطلبة العلم الرجوع إليها فيما يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى والرد على الإلحاديين ومجادلة هؤلاء هو كتاب للدكتور عبد الله العجيري، اسم هذا الكتاب شموع النهار. شموع النهار. وهو سبحان الله هذا الاسم أراد أن يعطي دلالة بأن وجود الله سبحانه وتعالى عبارة عن كالشمس الساطعة، وأنه حقيقة في هذا الكون مبثوثة، كل شيء يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. ولكن يقول لما أردتم يا معشر الملاحدة أن نبين لكم ونبرهن لكم ونأتي بالأدلة على وجود الله، فما هي إلا شموع نحن نحاول أن نوقدها لكم ولكن في ضوء النهار. فشموع النهار من أفضل الكتب حقيقة التي يعني يمكن لطلبة العلم الذين يهتمون بهذا الاتجاه بالذات
في قضايا المعرفة ونظرية المعرفة ووجود الله سبحانه وتعالى، أعتقد أنه من أفضل الكتب إن شاء الله التي تفصل ربما كثير مما سنتناوله نحن في هذا البرنامج الخاص بمسألة المحور الأول وهو محور الحق جل جلاله. هنالك 5 تقريبا مظاهر أو 5 مستويات يمكن من خلالها أن نتثبت من مسألة الفطرة. المحور الأول أو المستوى الأول وهو المظهر الأول هو دلالة المبادئ العقلية. دلالة المبادئ العقلية هذه مسألة فطرية إن شاء الله سنقف عندها. المسألة الثانية أيضا ما يندرج في مسألة الفطرة النزعة الأخلاقية. النقطة الثالثة الجانب الغرائزي أو الجانب الغريزي في الإنسان. المسألة الرابعة الشعور الغائي، شعور بالغائية، وجود غاية. خامسا الشعور بالإرادة الحرة. هذه لو نلاحظ كل هذه القضايا لها علاقة بالإدراك، لها علاقة بالإدراك. ومسائل الإدراك هي من المسائل التي يصعب جدا على دعاة المادية أن ينفكوا عنها، لأنهم يحسون بها ويشعرون بها ويجدون آثارها في أنفسهم، ولكنها في نفس الوقت يعني لا تنسجم مع مقرراتهم المادية التي هم يريدون أن يصلوا بها، لأنه وضعوا مقدمة ووضعوا اعتبروا بديهة من البديهيات أو مسلمة من المسلمات، وهو أن الله غير موجود، وانطلقوا من الطبيعة كما ذكرت في المحاضرات السابقة أو في الحلقات السابقة، واعتبروا الطبيعة هي البداية وهي النهاية. إذن كل شيء يدلهم على الله هم يبتعدون عنه، ويحاولوا أن يؤولونه أو يفسرونه تفسيرا معينا، تفسيرا ماديا إلى غير ذلك. لكن سنلاحظ بأن هذه المحاور ال5 دائما ما تصطدم مع دعاة الإلحاد ودعاة المادية ودعاة الطبيعة، وتكون دائما مقلقة لهم. لماذا؟ لأنها كما ذكرت لها علاقة بقضايا الإدراك، ومسائل الإدراك هذه إلى حد كبير مزعجة لدعاة الإلحاد ودعاة المادية. فنأتي مثلا المسألة الأولى وهي مسألة دلالة المبادئ العقلية. نلاحظ بأن الإنسان منذ أن يولد وينمو شيئا فشيئا وهو صغير تنمو معه مسألة المبادئ العقلية الفطرية. هذه المبادئ العقلية الفطرية هي عبارة عن شيء يجده الإنسان في داخله، ومسألة تنتابه وعلم يصاحبه ولا يحتاج الاستدلال عليه. يعني لا يحتاج إلى أن يثبت هذا الذي يلاحظه في داخله، لا يحتاج إلى أن يثبته بالنظر والاستدلال. يعني كثير من القضايا تحتاج إلى أن تثبتها بالنظر والاستدلال والمقدمات وغيرها، لكن هذا الذي نتكلم عنه هو عبارة عن قضايا يصدق بها العقل من ذاته وفي غريزته، ودون أن يحتاج إلى استدلال خارجي. يعني لا يحتاج إلى أن يقوي هذا النوع من الاستدلال الداخلي أو الشعور الداخلي، لا يحتاج إلى أن يستدل عليه من الخارج. مثلا نلاحظ بأن مسألة السببية، أن كل شيء حادث لا بد له من أحدثه، يعني قانون السببية. يعني إذا وجدت أنت شيء مثلا موضوع تقول والله هذا الشيء ما وضعه إلا له سبب في الظهور، له سبب في الوجود. فقانون السببية من القوانين العقلية التي تكاد تكون أرضية لكثير من العلوم التجريبية. حتى كثير من الدعاة حتى الذين يلحدون ستجد أنهم ركزوا على هذا العلم الضروري. سلفا هو مؤمن بمسألة السبب والمسبب، إلا أن بعض دعاة الإلحاد طبعا لما لاحظ بأن مسألة السببية وقانون السببية سيقوده إلى مسألة الخالق الأول والموجد الأول الذي لا يحتاج إلى من يوجده، هنا بدأوا ينكرون هذه المسألة وخرجوا طبعا ليربكوا المشهد العلمي كله. لكن هذا القانون أساسي جدا. أيضا من القوانين العقلية الطبيعية تلاحظ أن الطفل مثلا إذا ضربت طفلا أو حرمته من شيء يبحث هذا الطفل عن مسألة من الذي ضربه، لأنك لا يمكن أن تقنعه بأنه لم يضرب أو أنه ليس هنالك من ضربه، وهو يحس بالألم ويحس بالضرب. وهنا تلاحظ بأنه هو طفل ولم يتلقى عملية تعليمية، وليس هنالك ما يمكن أن يعني نحيل إليه في التعليم والتعلم، ولكن أمر غريزي في النفس، وهو أنه يدرك بأن والله هذه الضربة هنالك من أحدثها، ما دام أن هنالك سبب، أن هنالك شيء وقع فهنالك مسبب لهذا السبب. قانون السببية على كل يعتبر من أقوى القوانين. نخرج إن شاء الله فاصل ونعود إليكم بعد قليل، فلا تذهبوا بعيدا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات،
فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله في حديثنا عن مسألة المقدمات العقلية، وتسمى المقدمات الفطرية، ويمكن أن تسمى أيضا العلوم الضرورية، وهو أن الإنسان هنالك علوم تنشأ معه وتولد معه ولا علاقة لها بشكل أو آخر بقضية التعلم والتعليم، لكن هي عبارة عن قوة داخلية الله سبحانه وتعالى أودعها في الإنسان وتنمو معه وتكبر، لأنه مهيأ تماما لتقبل هذا النوع من القوانين. وبالتالي السؤال الذي ينشأ هو هذه المقدمات العقلية، قانون السببية كما ذكرت، قانون عدم اجتماع النقيضين. يعني من الصعب أن تقول والله الشيء موجود وغير موجود في آن واحد، يعني هذه مسألة عقلية معروفة، إما أن يكون موجود وإما أن يكون غير موجود، لكن النقيضان لا يجتمعان، هذا قانون عقلي. فالشاهد أن هذه القوانين العقلية والمقدمات العقلية سنلاحظ كل العلوم النظرية التي تنشأ أيا كانت، هذه العلوم الطبيعية، العلوم التجريدية، العلوم التجريبية، ستلاحظ بأنها تعود كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا النوع من العلوم الضرورية. يعني كل العلوم الأخرى، العلوم التجريبية ستحتاج إلى النظر والاستدلال، العلوم التجريدية ستحتاج إلى النظر والاستدلال، العلوم الشرعية ستحتاج إلى النظر والاستدلال، لكن كلها تقريبا تعود في نهاية المطاف إلى العلوم الضرورية. والسؤال هنا: من الذي أودع هذه العلوم الضرورية في النفس البشرية؟ طبعا هنا يعني إذا أنكرت وجود الله سبحانه وتعالى فإنك ستكون في مشكلة في هذا النوع من الشيء الذي تجده في داخلك وأنت لا تستطيع أن تنكره، فكأنما إنكارك لهذا الشيء هو من المشكلات، لأنه كما يقال يعني إنكار الواضحات من المشكلات، أو المطالبة بإثبات الواضحات من المشكلات، كما يقال توضيح الواضحات من المشكلات. فأنت هذه المسألة تجدها في داخلك. فبالنسبة للمؤمنين يدركون بأن هذه المسائل لها علاقة بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي فطر الإنسان، هذا الكائن المكلف، ركب فيه هذا الجسد وأوجد فيه تلك الروح وأوجد فيه النفس، ثم ركب فيه مجموعة من القوانين وعلمه الأسماء التي هي الأساسيات. يعني كل العلوم سنلاحظ بالنسبة لنا كمسلمين نرجعها إلى قضايا العلوم والمعاني، نرجعها إلى قول الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. لأن أي علم لا بد له من مرجع، لا بد له من شيء يقاس عليه ونقطة ينطلق منها. فبالنسبة لنا نتصور بأن مسألة العلوم كلها تعود إلى هذا الأصل العظيم، وهو وعلم آدم الأسماء كلها. هذا النوع من العلم المثبت والراسخ في النفس البشرية هو ما أسميه أو ما يسمى بالمقدمات الضرورية. لكن نلاحظ بأن هذه المقدمات الضرورية أيضا دعاة الإلحاد
ومنكري وجود الله سبحانه وتعالى يحاولوا أيضا إنكارها، وبالتالي الإنكار لهذه المقدمات بطبيعة الحال سيشكك في كل العلوم التجريبية وسيشكك في كل العلوم الطبيعية، وبالتالي لا يعود أمامنا علم من العلوم يمكن أن يعتمد عليه وثابت من الثوابت يمكن أن نركز عليه. لماذا؟ لأنك أنكرت الأصول الأساسية التي ترتكز عليها كل العلوم الأخرى، وبالتالي يقعون في كثير من التناقضات، وهذا كما أشرت إليه إن شاء الله يمكن الرجوع إليه في التفاصيل في الكتب التي إن شاء الله تتناول هذا الموضوع. ولكن ما قصدته فقط، نحن بالنسبة لنا نريد أن نشير إلى أن مسألة الفطرة ومرتكزاتها والمظاهر التي تتجلى فيها هذه المسألة، بالنسبة لنا كما ذكرت الجواب المنطقي هو أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان هذه القوانين وهذه المقدمات، وجعلها أساس لبقية العلوم، جعلها أساس للاستدلال عليه، جعلها أساس للاستدلال على الحقائق الوجودية، جعلها أساس للاستدلال على منطقية الرسالات التي ستأتي إلى غير ذلك من الأمور. ولكن خطورة إسقاط المقدمات الفطرية، ولكن خطورة إنكار المقدمات الفطرية هذه كونها تسقط المنهج التجريبي كله والمنهج العلمي كله، وبالتالي لا بد من التسليم بذلك. النقطة الثانية هي مسألة النزعة الأخلاقية، أيضا من الأشياء التي يستدل بها في قضية الفطرة مسألة الأخلاق. أيضا سنلاحظ بأن دعاة المادية هنالك عندهم مشكلة كبرى، بأنك لا تؤمن بالله وتريد أن تكون أخلاقي، لا تؤمن بالله وتريد المجتمعات أن تكون أخلاقية، بينما قضية الأخلاق في حقيقتها مسألة ميتافيزيقية كما يقال. الذين يقولون نحن لا نؤمن بما هو غيبي وما نؤمن بما هو ما وراء هذا العالم الذي نحن نشاهده، الذي يسمونه ما وراء الحجب، هذا ما وراء الغيب يسمونه بالميتافيزيقا. هذا الجانب ستلاحظ أن علم الأخلاق كله من هذا النوع. مثلا كل إنسان يجد في داخله شعورا قويا لا ينفك عنه بأن العدل محمود، ويجد في داخله شعورا قويا بأن الظلم مذموم، يجد كذلك الصدق محمود والكذب مذموم، وهكذا. هذه القيم الأخلاقية التي تكاد تكون محل إجماع بين كل بني آدم. كل ابن آدم تقريبا يحب الصدق ويكره الكذب، يحب العدل ويكره الظلم، يحب أن يكون متواضعا، يكون من يتعامل معه متواضعا ويعترف به، ويكره الكبرياء والقطرسة والتعالي إلى غير ذلك. هذه المنظومة الأخلاقية من الذي أو كيف يمكن أن تثبتها وأنت لا تثبت وجود الله سبحانه وتعالى؟ وبالنسبة للمسلمين على الأقل هذه يعتبرونها من قضايا الفطرة، خاصة الاعتراف بكلياتها. هنا لا أتكلم عن التفاصيل تأتي بها التشريعات يأتي بها الرسل والكتب، ولكن إجمالا فإن الكل يحب أن يحب العدل ويحب الصدق ويكره الظلم ويكره الكذب. هذه المسألة مسألة أن الاعتراف بقيم متعالية، كثير من الناس يشعر بهذه المسألة ليست من ذاته، ليست مسألة فقط هو يقرها من ذاته، لكن يحس بأن هذه المسألة مسألة موضوعية، بمعنى مسألة متعالية عليه، متجاوزاه غصبا عنه ومعترف بها، لكنه لا بد أن يسأل من الذي أودع فيه الاعتراف بهذه القضايا والاعتراف بهذه المسلمات. هل أيضا هذه نقول والله هي عبارة عن مسلمات نشأ عليها؟ طيب البشرية كلها هل أنشئت على هذه المسألة؟ هل تربت عليها؟ أما أن هذه مسائل فطرية في الإنسان، نحن نقول بأنها مسائل فطرية في الإنسان. وعليه هنالك مستوى الإدراك، مثلا مستوى الإدراك إدراك الخير والشر وإدراك البعد الموضوعي لهذه القيم، دليل كبير على وجود الله سبحانه وتعالى، إذ لا يمكن تفسير النزعة الأخلاقية دون الوجود الإلهي. وكما أن المبادئ العقلية والمقدمات العقلية التي ذكرناها وسؤال من أوجدها، ذات السؤال أيضا يأتي في مسألة الأخلاق. من الذي رسخ في الإنسان هذه القيم الأخلاقية التي لا يستطيع إلا الاعتراف بها؟ لو أراد أن يتنكر لهذه المسألة فإنه يكون متنكرا لشيء معلوما عنده بالضرورة، ضرورة هو يقر، لا يحتاج إلى أن يستدل بمجموعة أدلة في أن الظلم مثلا مذموم أو مكروه أو غير محبب للنفس. كل الناس تقريبا هذه المسألة فطرية في داخلهم. إذن الشعور بأن العدل قيمة موضوعية تجعل منه قيمة أخلاقية حسنة مطلقا في مقابل الظلم الذي هو قيمة سيئة. هل بالإمكان تقديم رؤية فلسفية أخلاقية بعيدا، رؤية أخلاقية متماسكة ومترابطة ومجيبة عن هذه التساؤلات دون الإجابة على وجود الله سبحانه وتعالى؟ سنلاحظ أن هذه المسألة شبه مستحيلة. وبالتالي إن الذين
ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى سيواجهون ليس مشكلات فقط في أنك والله لا تعترف بالله وانتهى الموضوع، لا، ستواجه هنالك مشكلات جوهرية وعميقة في حركة المجتمعات وفي التعاطي مع هذه المجتمعات في قضايا القيم والأخلاق. وبالتالي صدق علي عزت بيقوفيتش عندما يقول قد نجد هنالك ملحدون ذوي أخلاق، لكننا لا يمكن أن نصف الإلحاد بالأخلاق مطلقا. يعني الإلحاد حالة غير أخلاقية بطبيعة الحال. الأخلاق التي يمكن حتى أن يتصف بها شخص ملحد فإنما في داخله هي فطرية وليست عقلية، ولا يستطيع أن يثبتها بمنظومته الفلسفية والتجريبية مهما حاول. لماذا؟ لأن هذه المنظومة القيمية ذات بعد غيبي وذات بعد كما ذكرت فطري، وبالتالي هنا ستواجه أيضا دعاة الإلحاد الكثير من المشكلات فيما يتعلق بالفلسفة الأخلاقية. ولذلك نلاحظ بأن دعاة الإلحاد أيضا يعانون معاناة كبيرة جدا فيما يسمى بفلسفة الأخلاق ومرجعية الأخلاق، وما هي منطقية أن نثبت هذه الأخلاق ونعترف بها في المجتمعات. هنالك إشكالية كبرى. ما لم تؤمن بوجود الله لن تستطيع أن تؤمن بقيم للأخلاق متعالية ومتسامية وذات قيمة. فالذي مثلا يضحي بنفسه، لماذا يضحي؟ ماديا لا تستطيع أن تجيب عليها. يعني أن تقول بأن والله له مصلحة في أن يفني نفسه من أجل الآخرين، في أن يستشهد ويموت من أجل الآخر، هذه يعني لا تستطيع أن تفسرها تفسيرا ماديا. ولكن البعد الأخلاقي والبعد الغيبي وما ينتظر هذا الإنسان من معاني آمن بها هي التي تجعله في نهاية المطاف شخصا أخلاقيا. وبالتالي الأخلاق مرتبطة بالأديان، الأخلاق مرتبطة بالأديان. ولذلك نلاحظ كثير من الذين كتبوا عن مسألة الإلحاد والرد عليها كانوا دائما يقولون بأن القضايا عندما تأتي في عمقها وتريد أن تتناول تداعيات ظاهرة الإلحاد فإنك ستعيش حالة من التفكك وحالة من الاضطراب وحالة من القلق لا يمكن أن تكون منسجما بأي حال من الأحوال. المستوى الثالث أو المظهر الثالث من مظاهر الجانب الفطري هي مسألة الجوانب الغريزية في الإنسان. أيضا هذه المسائل الغريزية من الصعوبة جدا أن تجد لها تفسيرا منطقيا، مثلا ظاهرة الأمومة، غريزة الأمومة، وغريزة أيضا الطفل عندما يتجه نحو ثدي أمه بعد ميلاده ويذهب للرضاع مباشرة نحو ثدي أمه. هذه الحالة من الإلهام، هذا النوع من الرحمة، هذا النوع من الشفقة في الأمومة. من الذي أودع هذا الكم الكبير من الرحمة والشفقة على الأم، حتى أحيانا ربما تؤدي بحياتها في سبيل طفلها وفي سبيل، من ناحية غريزية، من ناحية على الأقل مادية، لا تستطيع أن تفسر هذه المسألة، لا يمكن أن تفسرها. أيضا الطفل وهو لا يعرف شيء، لأن الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، لكن الله ألهمه ليتحرك مباشرة نحو ثدي أمه ويلتهم الثدي ويرضع. من الذي ألهم هذا الطفل الذي لا يعقل شيئا ولا يعلم شيئا؟ من الذي ألهمه ليتجه هذا الاتجاه؟ من الذي ألهم الطيور وألهم الأسماك في مواسم الهجرة لأن تتجه من الشمال إلى الجنوب؟ من الذي أخبرها بأن مواطن الحياة هناك؟ من الذي أخبرها بأن البيض عليها أن تضعه في القسم الجنوبي من الأرض، من الكرة الأرضية، في المياه الدافئة أو في المياه الباردة إلى غير ذلك من القضايا. ولذلك نلاحظ بأن غريزة الأمومة والرحمة، غريزة إلهام الطفل للرضاعة، غريزة حب البقاء في الإنسان، مسألة هجرة الطيور والأسماك إلى غير ذلك من القضايا الغريزية، مسألة حب أو لجوء الإنسان وحاجته إلى المسكن، حاجته إلى الطعام، حاجته إلى الشراب، حاجته إلى الجنس، هذه القضايا الغريزية كلها ستلاحظ أنك لا تستطيع أن تجد لها التفسير المنطقي في حالة أبعدت وجود الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما سأل فرعون موسى عليه السلام قال فمن ربكما يا موسى، لما قال لموسى فمن ربكما يا موسى، لأنه هو أراد أن يجعل من نفسه ربا للشعب المصري، قال أنا ربكم الأعلى. وموسى جاء بنقيض ذلك بأنك أنت لست رب ولست إله ولست معبود، إنما الله سبحانه وتعالى هو الإله وهو الرب وهو كذا وهو الملك. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهنا سنلاحظ الهداية بمختلف أنواعها، الهداية في لجوء الرجل إلى زوجته، الهداية في الطفولة، الهداية بتاعت الأمومة، الهداية المآكل، المشارب، كذا. هذه كلها من الهدايات الفطرية الغريزية التي يصعب الإنسان حقيقة وهو لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى
أن يكون على الأقل متفهما لمنطقيتها ومدركا لأبعادها. نخرج إن شاء الله فاصل ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. مشاهدون الأعزاء، مستمعون الكرام، نواصل إن شاء الله في النقاط التي تتعلق بمسألة الفطرة وما يتفرع عن هذا المفهوم المركزي في قضية الاستدلال بوجود الله سبحانه وتعالى، وندخل إن شاء الله إلى المظهر الرابع والمستوى الرابع، وهو مستوى أو مظهر الشعور بالغائية. نلاحظ أن هذا الإنسان بتركيبته العقلية والنفسية والجسدية وبعقله الذي ركبه الله سبحانه وتعالى فيه دائما كثير التساؤل وكثير الشعور في داخله بأن هنالك غاية من وجوده، غاية من خلقه، غاية من هذا الكون الفسيح، هذا الخلق العظيم الذي يعني إذا نظر في اتساعه فإنه يدرك لا يمكن أن يكون هذا الوجود هكذا، خلق بلا غاية وبلا سبب وبلا أن يكون له على الأقل رب وخالق من وراء هذا الوجود. فإنك إذا رأيت قصرا عظيما ومرتبا ومهيئا وغرفه مرتبة وعماله مرتبون وكل شيء فيه يسير بنظام وبانتظام، الدخول فيه بنظام والخروج منه بنظام وبقوانين، تدرك بأن هذا القصر لا يمكن أن يكون هكذا، وجد بلا ترتيب وبلا تنظيم وبلا خالق وبلا سبب. هذا الشعور الداخلي بمسألة الغاية في الإنسان، أو شعور الإنسان بوجود غاية له من هذا الوجود، تلاحظ هي التي تجعله دائما في تساؤلات الوجود الكبرى. هذه التساؤلات يقول: من أنا؟ الإنسان دائما في تساؤل: من أنا؟ ومن أين أتيت؟ ولماذا أنا هنا؟ وإلى أين المصير؟ هذه التساؤلات لا يكاد ينفك عنها إنسان يسير بقدميه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الأسماء همام وحارث. هذا التساؤل المستمر هو عبارة عن عملية الهم، ثم هذا الهم لا بد، وهذا الهم والإرادة تؤدي إلى أن يكون الإنسان فاعلا وعاملا. يعني طريقة الهم، طريقة التفكير، طريقة التصورات، طريقة الإرادات تؤدي إلى أن يكون فاعلا في الحياة. ولذلك المرادات كلها بالنسبة للتصور الإسلامي تنتهي إلى الله. كل هذه التساؤلات الصحيحة تؤدي بالإنسان إلى مسألة مهمة جدا، وهي مفادها أن المنتهى إلى الله، وأن المصير إلى الله، وأن الرجع إلى الله، وأن كل شيء بدأ منه وإليه ينتهي، لا شيء غير ذلك. لا تستطيع إلا أن تصل إلى هذه النتيجة. هذه التساؤلات طبعا لا معنى ولا جواب لها عند الحالة الإلحادية، لا تكاد تجد لهم تقريبا جواب. لماذا؟
لأنهم قالوا سلفنا الله سبحانه وتعالى حكى عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقد صور إيليا أبو ماضي هذه الحيرة في قصيدته المشهورة التي يقول فيها جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود هل أنا حر طليق أم أسير في قيود هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود لست أدري ولماذا لست أدري. هذه حالة القلق التي يعيشها الملاحدة والذين تنكروا لوجود الله سبحانه وتعالى ولم يعترفوا به، فإن منتهاهم هو هذه القضية العدمية العبثية التي تؤدي إلى حالة الضياع وتنتمي إلى مدارس الضياع بكل أنواعها وأصنافها. لماذا؟ لأنك عندما تنكر وجود الله سبحانه وتعالى تنكر الحقيقة الوجودية الكبرى في هذا الكون بطبيعة الحال، فإنك ستعيش في التيه وفي الضلال وفي الشقاء وفي الحرمان إلى ما شاء الله لك. خامسا وأخيرا هو المسألة الخامسة، وهو المظهر الخامس من مظاهر الفطرة. كل ذلك ونحن نتكلم عنه مسائل فطرية، يعني الإنسان شيء فطري، وهذا أكبر دليل نحن سنستند إليه في مسألة الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه شيء داخلي لا يستطيع الإنسان أن ينكره بأي حال من الأحوال، يجده في نفسه وجودا ضروريا لا يحتاج إليه الاستدلال. من هذه المسائل الشعور بالإرادة الحرة. نلاحظ أن الإنسان في أفعاله ينقسم إلى قسمين. هنالك أفعال إجبارية اضطرارية، حركة الدم في جسمك، مسألة التنفس، أكسجين، ثاني أكسيد الكربون، كثير من القضايا ربما أنت لا نصيب لك فيها، إنما يحركها شيء آخر. السؤال هو من الذي يتحكم في كل ذلك؟ طبعا الإلحاديون سيقولون لك الطبيعة، سيأتي سؤال ومن الذي يحرك الطبيعة؟ وهنا على كل التساؤلات ستنتهي في نهاية المطاف إلى أنه ذلك الله سبحانه وتعالى. لكن هنا أريد أن أقول القضية الإدراكية التي ربما يتهرب منها كثير من الملاحدة، ربما يقولون والله يفسرون لك الحالة الاضطرارية، الجانب الفيزيائي في الإنسان يمكن أن يفسرونه تفسيرا ماديا، لكن هل يستطيعون أن يفسروا الحركات الإرادية في الإنسان؟ يعني الإنسان وهو متحرك في اتجاه، ماشي في اتجاه إلى الأمام، فجأة يقرر أنه يعود إلى الوراء. أمامه مثلا حدث يمكن أن يقرر يتفاعل معه أو لا يتفاعل معه. هذه الإرادة الحرة التي يسميها القرآن الكريم المشيئة، هذه المشيئة لا تستطيع أن تفسرها تفسيرا ماديا. لماذا؟ لأنها ليست مادية بطبيعة الحال، هي لا تستطيع أن تقرأها حتى ضمن حركة الدم ولا حركة الأكسجين التي يمكن أن تفسرها ماديا. هنا شيء لا إرادي، شيء ليس ماديا. فمسألة الإرادة هذه لها علاقة بالإدراك، ولها علاقة بالعقل، ولها علاقة كما ذكرت بمسألة الفطرة. هي مسألة الفطرة اللي حالة غيبية ما ورائية لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تنكرها. ولذلك الملاحدة الذين رأوا بأن هذه العقبة الكبرى التي لا يستطيعون الإجابة عليها، هذا الشيء الذي هو تصرف إرادي، تصرف حر، لما رأوا أن هذه المسألة ستقودهم بطبيعة الحال إلى شيء ما ورائي، والما وراء سيؤدي بنا إلى سؤال من الذي هو ما وراء هذا الغيب، هو الله سبحانه وتعالى. هنا نلاحظ بأنهم وقفوا كما يقال بإنكار كل هذه المسلمات، أنكروا كل هذه، أنكروا المقدمات العقلية، أنكروا الجوانب الأخلاقية، أنكروا الغرائز، أنكروا حتى الإرادة الحرة، حتى صاروا يقولون بأننا لسنا أحرار في إرادتنا. وبالتالي سيترتب بطبيعة الحال غياب الحرية في الإنسان، ستترتب عليه غياب المسؤولية. طيب أنت أيها الملحد إذا كنت ترى بأننا والله مجبرون على تصرفاتنا ولسنا أحرار فيها ولا نستطيع أن نتحكم في تصرفاتنا، إذن سيظل الملحد ملحدا وسيظل المؤمن مؤمنا. لماذا أنت تتعب وتساهر وتكافح الليل والنهار لتثبت عدم وجود الله؟ دع الناس الذين آمنوا بالله، دعهم لأنهم مجبرون على الإيمان، والذين كفروا بالله دعهم فإنهم مجبرون على الكفر، وهكذا. لكن هذا طبعا نوع من كما ذكرت نوع من السفسطة التي تنكر المسلمات.
هنا على كل ما أريد أن أختم به إن شاء الله الحلقة هذا اليوم فيما يتعلق مسألة الفطرة. القصد من كل هذا السرد هو أن أؤكد بأن من أعظم الدلائل على وجود الله سبحانه وتعالى مسألة الفطرة. هنا الآن أعود إلى بعض الآيات القرآنية التي تثبت. نحن حاولنا على الأقل من خلال النظر في حالة الإنسان، هذا الإنسان من داخله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو تأملت في نفسك مقدماتك العقلية، حالاتك الغرائزية، مفهوم الأخلاق في داخلك، مفهوم الغائية في داخلك، مفهوم الإرادة الحرة في داخلك، ستصل إلى نتيجة أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهنا الله سبحانه وتعالى يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل جلاله يقول: وإني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ويقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن هذا العهد والميثاق الأول، وهو أقرب إلى الميثاق الفطري. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقوله تبارك وتعالى، طبعا هنا هذا الأخذ الميثاق الأول، هذا الميثاق الأول الذي أخذه الله في عالم الذر، من أخرج جميع البشرية، أخرجهم في شكل ذر من ظهر آدم عليه السلام وأشهدهم ألست بربكم قالوا بلى. إذا قانون الربوبية قانون فطري، وأخذه الله سبحانه وتعالى من ابن آدم في الميثاق الأول: ألست بربكم قالوا بلى. إذا قانون الربوبية وقانون فطري وستتأسس عليه هذه المسألة. سنلاحظ كل الأدلة الأخرى، الأدلة العقلية تحاول أن تزيل الغبش عن هذه الفطرة، تحاول أن تزيل الإشكالات عن هذه الفطرة لتعيد الإنسان إلى هذا الجانب. ولذلك نلاحظ كثير من الآيات التي تتحدث عن الربوبية تتحدث عن موضوع التذكير، يعني كأنما هذا الإنسان ينسى هذا العهد، ينسى هذا الميثاق، ينسى هذه الفطرة، فتأتي الأدلة على الأقل الأخرى، أدلة عقلية، أدلة نقلية، لتذكر الإنسان بهذا العهد، هذا العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسل لما يحاول مثلا أقوامهم أن يقولوا كفرنا بما أرسلتم به ونحن لا نؤمن بكم ولا نؤمن بالله، يقولون لهم، يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن ذلك: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هنا نلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى استدل عليهم بمسألة فطرية: كيف تشكون في وجود الله سبحانه وتعالى وهو مسألة فطرية في داخلكم؟ ثم استدل عليهم بدليل العقل: فاطر السماوات والأرض. وهنا نقول أن المعرفة الفطرية الحاصلة في النفس لا تعني أنها حاصلة من لحظة الولادة، بل هي قوة مودعة في النفس البشرية، وتقتضي بموجب ذلك معرفة الإسلام وحبه والإقرار به والإقرار بالخالق، وتنمو شيئا فشيئا بحسب كمال الفطرة، لأن الله عز وجل يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم بعد ذلك ملكنا أدوات المعرفة من سمع وبصر وفؤاد، لكن هنالك القوة الكامنة في الفطرة حيث تتقبل كل ما يرد إليها بشكل صحيح من هذه الوسائل المختلفة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الخير ويلهمنا الصواب، ويرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه لذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به